فأول حاجة عايز أشاركها معاك لما تبقى حاسس أنت مش قادر على أتفه الأسباب بتنفجر، محتاج تعرف الأول 3 معلومات. مفيش مشكلة في الدنيا إلا وليها حل، مفيش مشكلة في الدنيا دائمة كل المشاكل بتنتهي، مفيش مشكلة في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنة، مش شخصك المقصود، أنت مش معيوب، أنت مش معطوب، أنت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكلة دائمة، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح الهنا على قلوبكم، صباحكم مشرق بنور الله. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى روتين النشاط والحيوية والطاقة. بصوا هنفتري كده في البيت. ليه؟ عشان طبعا احنا بقالنا بقى اسبوعين 3 كده ايه من ساعة تنفيذ العيد وكده، وبعدها جينا سافرنا بقى مطروح ورجعنا بقالنا 4 ايام اهوت. فطبعا ايه ال4 ايام دول قاعدين كده ما بنعملش حاجة، طبعا كفاية هدة البحر والكلام ده. فقلت بقى اقوم على الشقة بقى، بصراحة كانت عايزة تتسيق وتتنضف وكده. فقلت بقى ايه جولة نشاط كده خدكم معايا عشان الكسلانة تقوم تتنشط وتقوم تعمل زي كده، هتلاقي نفسك اتنشطتي. طبعا الجو حر، ربنا يعيني ويعينكم يا رب ويعين كل حد في الجو الحر ده، بس ايه هنتنشطوا ماشي. تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. طبعا ده روتين جامد جدا، قلت بقى اقوم عليه كده عشان ايه نخلي بيتنا زي الفل. طبعا واي حد يدخل بيتنا يلاقي بيتنا زي الفل. احنا بنقعد كده كام يوم كسلانين، بس لما بنقوموا قومة جدعان بنفرموا البيت كده فرم ماشي. طبعا انا كده بديت اللي انا ايه كان في غسيل لميته، قلت عشان اطلع السجاد ده بقى احطه في البلكونه. وبصراحه مش هخبي عليكم، انا كده مش قايمه بدري، انا كده قايمه على قبل العصر. ليه بقى؟ الجو حر الصبح قوي، فقمنا وفطرنا وقعدت ريحت شويه كده، وقلت لما الجو يطري كده عشان ايه الواحد يقدر يقاوم اللي هو هيعمله ماشي. ده الذره بقى اللي انا شاريه امبارح معاكم، قلت بقى هي بدلها هكنس وسيق، افتفته بقى من الشعر بتاعه والقشر دوت بيلم الدنيا وبيبهدل الدنيا. وقلت ايه نحطه برضو ايه عبال ما انا اسيق وكده يكون اتشوى، ونقعد بقى نطر على قلبنا منه كده وناكلنا كوزين ذره كده ماشي يا حبايبي. متنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. في كتير كتير يتفرجوا وهم مش مشتركين في القناه. طب انا عايزه افهم، بدل بتدخل وتتفرج ولا بتدخلي وتتفرجي على القناه والفيديوهات عجباك، دوس لايك، اعمل اشتراك من الزرار الاحمر، هيعمل لك اشتراك عشان يوصلك، وتدوس على الكل عشان يوصلك كل جديد، اي حاجه نزلها توصل لكم ماشي يا حبايبي. وانتوا حبايبي ومتابعيني في الله، وكل اللي دخل في القناه ده شرف كبير ليا ومكبريني ومشرفيني. تمام كده حبايبي، يلا قومي بقى اتنشطي كده معايا وشوفي وراكي ايه تعمليه. لو هتاخدي اوضه، هتاخدي ضلفه مطبخ، درج، تسريحه، اي حاجه هتعمليها والله هتهون عليكي ومش هتكركب الدنيا عليكي. انا بقى خدت اوضه الليفينج ديت اللي هي الركنه، وخدت اوضه العيال، وقلت بقى ايه اعمل فيهم ماتش بالطرقه والمطبخ والحمام، هتشوفوا كل ده معايا. طبعا فاضل الريسبشن انتوا عارفين ان احنا ما بنطلعش فيه كتير وما بنقعدش فيه كتير، كان طبعا فيه شويه تراب كده وتنظيم عايز يتنظم. رحت بقى عملته ايه على بعد العشاء، يعني انا كنت بسجل لكم الصوت دلوقتي وانا كنت عملته. كنست البلكونه ومسحتها، وكنست بالمكنسه في الريسبشن، وظبطت الدنيا ومسحت النيش والبوفيه بقى 100. تمام كده، لان انتوا عارفين احنا قعدتنا كتير في الركنه ديت او في اوضه العيال. تمام كده حبايبي. الركنه دي بقى الفرش بعد ما كنت هسيبه لقيتهم بقعينه، مش عارفه هسابوا عليه ايس كريم شوكولاته فبقع، فقلت لا بالمره بقى اشيله وهوي الدنيا كده، الجو حر قوي قوي يا بنات، ربنا يعيني ويعينكم والله. قلت بقى ايه اشيله احطه في الغساله وافرش اي حاجه تانية كده اخف الدنيا شويه، وكمان عشان ما يبقاش متوسخ وشكله مبقع كده. العيال طبعا بيجيبوا ايس كريم، حاجه ساقعه، بسكوتات وكده، ويفضلوا ياكلوا بقى بالليل واحنا نايمين، ما بيعرفوش بقى يعملوا ايه.
اللي يوقع واللي يعمل، يلا ربنا يهديهم. قلت بقى ايه ادخل بقى على الاوضه دي برضو غير الملايات وكده. كنا من قبل ما نسافر بيوم كنا مغيرينها، يعني يعتبر قعدت اسبوع، لان احنا قعدنا 4 ايام في السفر ولا 5 وجينا 4 ايام، يعني دخلت في اسبوع. فقلت لا ما بديهاش بقى غير الملايات كده. وتصدقوا بالله الواحد قاعد يا بنات، قاعد عارفه يعني في انتخه كده، في استرخاء، يعني حاجه حلوه قوي. تقعدي بعد ما انت نظفتي كده وكل البيت حواليكي كده ريحه نظافه وقاعده رايقه، لا جميله قوي بصراحه. ومن كده ما تكسليش. الصيف بيحب الميه بقى والتسييق والكلام دوت. طبعا احنا في الشتاء كنا قاعدين مريحين شويه. هنا بقى قفلت الشباك بصراحه لا، ولابسه الاسدال وكده، لا الصراحه الجو حر موت. قلت لا ما بديش، قفلت الشباك وقلت شغل التكييف بقى على الاقل حتى ايه يجيب لي شويه هوا ساقع كده، ونفس الوقت برضه هينشف لي الارض. تمام. جبت بقى الفرشه هنا، قلت بقى امسح بقى التلفزيون. والله التلفزيون ده يا بنات وانا بمسحه لقيته بيطقطق ليه مش عارفه. وبصوا ما حدش يقول لي جوزي، يا رب جوزي ما يتفرج على الفيديو. مش عارفه لقيت الشاشه بتخش لجوه، مش عارفه ليه. سبتها الصراحه، ما رضيتش اتك عليها قوي وسبتها. هنا بقى قلت ايه افرش بقى حتى الركن دي غيرت الشيله بتاعتها. قلت انا كده كده عندي غيار فاغيرهم بقى، لان دول مفروشين من رمضان. الشيله دي انا زي ما هي كده كنت غسلاهم وشايلهم معاكم في رمضان، فقلت لا اشيلهم بقى، بدل عندي كسوه تانية وغيار تاني اغيرهم بقى. ما كانش وقته النهارده عشان في غسيل ملايات وكبرتيات والكلام ده، بس قلت لا بالمره بقى. حتى لسه منشرهم والله من ساعتها يا بنات. قولوا لي بقى انتوا بتقضوا يومكم ازاي وبتعملوا ايه؟ يعني بتقوموا مثلا تروقوا امتى ولا تعملوا اكلكم امتى؟ بصراحه انا ببدا من العصر، عبل ما ابدا اللي انا بقوم عشان بنسهروا طبعا. فبقوم بقى عبل ما تفطري ومش عارفه ايه، بيكون العصر خلاص. ادخل بقى لو عندي اكل اخش على الاكل الاول اعمله، وبعد كده جنب الاكل بقى ايه وانا شغاله كده بقى اوضه تتكنس، سرير يتروق، غسيل يتغسل ويتنشر. فكده فقولوا لي بقى انتوا بتعملوا ايه في يومكم الحر دوت؟ بتمشوها ازاي؟ فربنا يعيني ويعينكم يا رب، ويعين كل واحد على بيته وعلى حاله ويهونها في الحر دوت. بصراحه الجو حر قوي قوي يا بنات، فربنا يلطفها بينا، يلطفها علينا يعني. بصوا بقى انا قلت اغير بقى الترابيع دي. التربيعه اللي انا بعملها دي الشلته ديت، يعني السوسته بتاعها فوتت والله في اخر حته لقيتها فوتت، فسبتها زي ما هي. بصراحه ما هعمل ايه بقى، من خلاص كنت ركبتها. هي عشان ماسكه قوي فبتخش بصعوبه وبتطلع بصعوبه، فانا بقى حاولت ها وازق فيها لحد ما قفلت قبل الاخر كده بشويه، ولقيتها قامت ايه اتكسرت. قلت خير وبركه، قمت سبتها. هنا بقى السجاده دي بقى اخدتها تنفيضه. بصوا السجاده دي تقيله الصراحه، كان نفسي ان انا اشيلها، بس قلت تاخد ايه تتوسخ شويه بسيطه كمان كده وابقى انزلها تتغسل، لان الصراحه الجو حر ومش حملة السجاد التقيل ده. بس انا قلت ايه بقى شويه كده وابقى انزلها تتغسل. وانا عندي اللي هو بديل السجاد تحفه يا بنات والله، يا ريت كله يجيب منه. حلو قوي قوي في الصيف، في شيله وفي تنفيضه وفي غسيله وفي كل حاجه الصراحه. بس طبعا ديت عشان من ساعه العيد وكده ولسه بقى ايه ما اتبهدلتش ولسه نظيفه، فقلت ايه اسيبها شويه، لما تتبهدل شويه كده اقوم ايه ممكن على دخلة المدارس او مشيلاها تتغسل افرش بقى حاجه تانية. هنا بقى كنت خلصت وفرشت وعطرت الاوضه وقفلت بقى الاوضه دي ودخلت على الاوضه التانية. بصراحه هدى بنتي الله يبارك لها، بتساعدني بس برضو هدى. الجو حر وبتبقي عايزه، يعني انا كنت ساعات بعمل حاجه واقعد اريح شويه اشرب والله. وحتى وانا جيت وانا بشطف الحمام وبغسله قمت اتزحلقت، خدت الطرقه دي كلها زحليه. كان موقف بصوا لا احسد عليه والله العيال جم اتخضوا لان وقعت وقعه جامده قوي، بس الحمد لله ان هو مفيش حاجه، يعني هي كدمه كده الحمد لله. بصوا بقى المطبخ ده انا بصراحه
بقالي يومين وانا متضايقه منه. نضيف والبوتاجاز نضيف والرخامه وكده، بس انا عايزه اكب فيه ميه، عايزه امسك كده كوب ميه لما اقول يا بس. فالصراحه قلت لا، في التسقيقه دي بقى عملت كده. المطبقيه دي حلوه قوي قوي يا بنات. ليه؟ لان انت لما بتحطي الكوبايات او الاطباق ما فيش حاجه بتسقط على التانية. تمام كده، في الرف ده بيمنع تساقط الميه على الحاجه التانية. فجميله جدا. مسكتها بقى ايه، مرشتها كده وكبيت على الرخامه ميه وظبطت الدنيا والبوتاجاز، وكبيت في الارض ميه وكلور. هو الكلور بقى اللي زحلقني يا بنات، عشان الكلور مع اللي هو الجنرال في الارض قعدت ادعك بيه الارض وكده. فانا طالعه بقى من الحمام وكده، قامت رجلي خدتني وزحلقت لحد المطبخ. بس الحمد لله يا بنات، اما تيجوا تعملوا كده برضو ايه، خلي بالكم، لان انا برضو طالعه بعشم كده وما كنتش لابسه السليبر في رجلي. يلا الحمد لله. فبصوا بقى، انا بصراحه اهم من البيت كله هو جوله المطبخ دي اللي انا استمتعت بيها. انا عاشتني كب الميه دوت الصراحه. يلا استغفروا كتير بقى يا بنات كده وانتوا بتتفرجوا، وقومي اتنشطي وصلي على النبي كده، وقومي بقى شوفي لو مطبخك عايز يتعمل حتى الرخامه والبوتاجاز خشي اعمليه كده عشان تبقي نايمه فايقه كده ورايقه وما وراكيش اي حاجه. صراحه انا كده مرتاحه، مفيش الا دوره غسيل بس هنشرها قبل ما انام، ويبقى كده خلاص. هقوم بكره ان شاء الله ان عشنا يعني هنعمل الاكل بتاعنا. بقول لكم بقى اللي انا جبت الليفه بتاعه الحوض اللي هو بتاع الحمام، وغسلت بقى الحوض دوت والرخامه وكله. ما بغسلش بالليفه اللي هي بتاعه المواعين، دي ليفه مخصوصه لغسيل الحوض. غسلت بقى وبقيت اكب بقى ميه. الصراحه لا، كب الميه حلو قوي، والنظافه بقى حلوه يا بنات، بتحسي براحه بعد ما بتخلصي. بصوا بقى، انا بقيت اكب ميه على نفسي وانا بشطب بقى التويليت والحمام وعماله بقى. بصراحه بيبقى حلو، والحر ده عاوز كده. انت بس هوني على نفسك كده وما تبدأيش، مش قادره تبدأي بالنهار، ابدأي بالليل عادي. بيبقى روتين مسائي حلو قوي، بيبقى جميل. بصوا شكل الذره، حبيت اوريه لكم. هو فرن البوتاجاز جميل. دخلت بقى هنا كده على التويليت بقى، قلت برضو اخده معايا في السكه، ما هو مش هننضف كله هو بلاش، لا ده هو لازما كل يوم الصبح القعده والحوض لازما بيتغسلوا. تمام كده حبايبي، وانت كده قايمه الصبح بتغسلي وشك لازم تغسلي الحوض والقعده، وبعدها بقى بتطلعي بقى تتوضي بقى وتصلي وتشوفي يومك بقى، تبداي تشوفي هتعملي ايه. بصوا انا هنا بقى مسكت كله غسلته، وغسلت من حواليه والارضيه والبانيو وكل حاجه. تمام كده حبايبي، متنسونيش بقى في لايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك، مستني ايه. بصوا الحمام بقى يبرق، بس انا بقى بعد ما خلصت كده وطالعه خدت بقى الطرقه زحلقه. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان هي ما جراليش حاجه. بصوا بقى الهدوء والروقان، هسيبكم بقى تتفرجوا على الهدوء والروقان دوت، واشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. متنسوش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد. احبكم في الله، مع السلامه.